السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. كيفاش تحصل على الفيزا السياحية للبرتغال خطوة بخطوة؟ الفيزا السياحية للبرتغال كتخليك تبقى حتى 90 يوم في البرتغال، وزيد عليها تقدر تزور جميع الدول الشنغن الأخرى. ولكن باش تحصل عليها خاصك تكون منظم ودقيق في الملف ديالك. الخطوات الأساسية هي الإخوان: تعمر الاستمارة الإلكترونية داخل الموقع الرسمي ديال البرتغال أو داخل الموقع الرسمي لطلب التأشيرات في البرتغال. عمر الاستمارة، طبعها ووقعها بيديك، ومن بعد غادي تمشي تجمع الوثائق اللي مازال: جواز سفر صريح على الأقل 3 شهور بعد تاريخ الرجوع ديالك، وصورتين يكونوا مازالين جداد، حجز الفندق أو ريزيرفاسيون ديال لوطيل وريزيرفاسيون ديال الطيارة ذهاب وإياب، والتأمين الصحي الإخوان يكون كيغطي على الأقل 30 ألف أورو في الحالات الاستعجالية، وكشف حساب البنكي ديال آخر 3 شهور. ومعلومة: آخر 3 شهور ما تحاولش تكون عندكم شي تدخال ولا تخراج ديال الفلوس كبير، خليو الحركة عادية بناء على الصالير أو المدخول ديالكم الشهري باش هكذا يثيقوا فيكم. وكذلك كتحتاجوا شهادة عمل أو دراسة مكتوبة على ورقة رسمية ومختومة. ركزوا في هذه النقطة: مكتوبة على ورقة رسمية ومختومة، أي يكون فيها اللوغو ديال المدرسة ولا اللوغو ديال الشركة اللي أنت خدام فيها، يكون فيها الاسم الكامل وتاريخ بداية الخدمة أو لا تاريخ بداية الدراسة، ويكون المنصب ديالك أو التخصص ديالك في الدراسة، ويكون فيها الراتب أو المنحة اللي كتشد إلا كنتي كتقرا، وتأكيد انك غادي ترجع للخدمه او الدراسه من بعد السفر. معناه انك راك كونجي ولا راك في اجازه، ومن بعد فاش غادي ترجع غادي تشد القيمه، تشد الخدمه ديالك اللي كنتي خدام فيها. تقديم الملف الاخوان تيكون يا اما في الرباط يا اما في كازا عن طريق مكاتب بي ال اس انترناسيونال، هما اللي كيستقبلوا الطلبات. غادي تحجز الموعد ديالك في الموقع، ومن بعد غادي تمشي بكامل الملف ديالك في يديك، وغادي دير البصمات، وغادي تخلص تقريبا واحد 80 اورو. المده ديال الجواب غالبا كتوصل 15 يوم ديال الخدمه، اولا بعض المرات المواسم اللي فيها الضغط كيوصل حتى لشهر او شهرين. النصائح الاخوان من التجارب ديال الناس: الملف خصو يكون كامل ومنظم وكاع المعلومات اللي خصها تكون صحيحه، خصوصا شهاده العمل. بزاف ديال الطلبات كترفض غير حيت ناقصين شي معلومات اللي هي بسيطه وكان ممكن يتفاداها الانسان في الاول باش ما يضيعش فلوسه. على الاقل 15 يوم قبل موعد الرحله تكون وجدتي الوراق ديالك وراجعتيهم مزيان. في الجواز اي خطا في البيانات ممكن يوقف الطلب ديالك، يعني ان الجواز السفر ديالك شوف المعلومات اللي فيه واش ما كاينش شي خطا، واخا يكون كيبان لك انت بسيط. استعمل ورق رسمي ومختوم في شهاده ديال العمل ديالك، راه هادشي كيدير فرق كبير في قبول الفيزا. الا كانت غير اخطاء بسيطه بالنسبه لهم كتعطيهم فاش يشدوا وباش يعطيوك الرفض.